أهلا بيكم في قناة فيلميزو. الملخص ده قصته حلوة، اتفرج للآخر علشان تعرف نهايته الغير متوقعة. ويلا بينا. القصة بتبدأ مع عيلة سينكلير، عيلة شكلها من بره أغنياء قوي وآخر فخامة، بس من جوه الدنيا مليانة أسرار عن جدود عنصريين وستات بيوت بتخون. بطلتنا هي كيدنس، أو زي ما بيقولوا لها كيتي، بنت في سن المراهقة عايشة في عز أبوها، وبتقضي كل صيف في جزيرة عيلتها الخاصة اللي ترد الروح. هناك هي وقرايبها جوني وميرين وصاحبهم جات عاملين شلة مسميينها الكدابين، وده عشان الشقاوة والمقالب اللي كانوا بيعملوها وهم صغيرين. عشان نفهم الحكاية بنرجع فلاش باك لصيف 2008، وده الصيف اللي جات بيوصل فيه الجزيرة لأول مرة. أبوه كان لسه متوفي، وعمته كاري اللي هي عمة كيتي برضه جابته معاها عشان يغير جو ويعمل صحاب جداد. ومع السنين جات بيبقى واحد من العيلة ومن شلة الكدابين. نعمل فاست فورورد لصيف 2016، وده الصيف اللي هيقلب كل حاجة. كيتي بتبدأ تحس بمشاعر محيط جات، لكن الصيف ده بينتهي بحادثة غامضة. كيتي بيلاقوها على الشط كانت هتغرق، والمصيبة إنها فقدت الذاكرة تماماً ومش فاكرة أي حاجة حصلت في الليلة دي. الدكاترة بيقولوا إن دي فقدان ذاكرة ما بعد الصدمة. واللي بيجنن كيتي أكتر إن كل عيلتها وأصحابها رافضين تماماً يقولوا لها إيه اللي حصل في الليلة دي. ومن هنا بتبدأ رحلة كيتي عشان تكتشف الحقيقة. عشان نعرف ايه اللي وصلها لكده لازم نتكلم عن جد كيتي، هاريس سينكلير، كبير العيلة. هاريس ده راجل مسيطر وقلبه حجر، بيحكم عيلته بالإشارة. شايف ان المشاعر دي ضعف، ودايما بيوقع بناته التلاتة كاري وبيني وبيس في بعض عشان يتنافسوا على حبه وفلوسه. رمز المنافسة دي هو عقد أسود غالي جدا كان بتاع جدتهم، واللي كانت بتديه للي ترضى عنها فيهم. وهو نفس العقد اللي كيتي بتلاقيه في ملفوف على ايدها بعد الحادثة. سيطرة هاريس بتبان كمان في عنصريته اللي بيحاول يخبيها. هو مش طايق علاقة كيتي بجات بسبب أصوله، وبيعامل جات كأنه خدام عندهم. وفي مرة بيقول له يقرأ رواية عن واحد أسمر المجتمع رفضه عشان يوصل له رسالة. والموقف الأوضح هو لما يجبر بنته كاري إنها تسيب حبيبها إد، وهددها إنه هيحرمها من الميراث، وهي بتضطر تسمع كلامه عشان كانت محتاجة الفلوس عشان تنقذ ابنها جوني من السجن. مع الوقت الكدابين بيكبروا وبيبدأوا يشوفوا الحقيقة ورا الواجهة المثالية بتاعت عيلتهم، وإن الجزيرة اللي كانت زي الحواديت دي مجرد كدبة كبيرة. الموضوع بيوصل لذروته في ليلة الحادثة. الليلة دي بتبدأ بخناقة بين كيتي وجدها هاريس بسبب عنصريته. في وسط الخناقة الجد بيتزحلق ويقع على دماغه، وبيحتاجوا ينقلوه فورا من الجزيرة. والكبار مش موجودين، الأربع مراهقين بيلاقوا نفسهم لوحدهم وبيطلعوا بخطة مجنونة. بيقرروا يولعوا في البيت الكبير بتاع العيلة. هدفهم إنهم يدمروا رمز الجشع والسلطة في عيلتهم، في محاولة منهم إنهم يطهروا العيلة من كل الكر اللي كان فيها. الخطة كانت سهلة، كيتي وميرين وجوني هيولعوا النار، وجات هيستناهم بمركب عشان يهربوا. لكن الخطة بتبوظ بشكل مأساوي. بعد ما كيتي بتمضع النار بتحس فجأة إنها لازم ترجع تجيب العقد الأسود بتاع جدتها. جاد بيشوفها اتأخرت فبيخاف تكون اتحبست جوه النار، وبيدخل وراها عشان ينقذها. وهنا بتحصل الكارثة. في نفس اللحظة اللي كيتي بتخرج فيها من البيت جاد بيكون لسه داخل، وبيموت في النار هو وجوني وميرين. النار بتوصل للغاز وبيحصل انفجار كبير بيرمي كيتي في المية، وهناك بتفقد وعيها وذاكرتها تماما. وهنا بقى بنكتشف الحقيقة اللي تصدم. سبب ان جوني وميرين وجات عمرهم ما زاروا كيتي بالمستشفى هو انهم ماتوا كلهم في الحريقة. كل مرة بنشوفهم معاها بعد الحادثة هم في الحقيقة أشباح، هي بس اللي بتقدر تشوفهم وتكلمهم. والمسلسل كان بيرمي تلميحات طول الوقت، زي لما طلبوا منها تحكي لهم قصة أشباح، أو لما كيتي سألت جات أول مرة شافته بعد الحادثة هو أنت حقيقي؟ أما ليه العيلة خبت الحقيقة؟ فالسر عند الجد هاريس. بعد ما بيرجع بيعرف باللي حصل، بس بيقرر يغطي على الموضوع. بيدفع فلوس لمحققين الحرائق عشان يطلعوا تقرير أي كلام يقول إن الحريقة كانت حادثة، عشان يحمي سمعة العيلة من الفضيحة وعشان يريح كيتي والعيلة. في الآخر بنشوف إن تضحيتهم ما كانتش على الفاضي قوي. المأساة دي قربت العيلة من بعض، والإخوات بطلوا خناق، والناس اللي كانت مطرودة من العيلة رجعت تاني. كيتي بتتحط في اختبار أخير لما صحفية بتيجي تكتب موضوع بيمجد في العيلة، لكن كيتي بترفض تمثل في المسرحية دي، وبتقول لها أنا ما بقتش أحب الحواديت خلاص. بتمشي وسابت الجزيرة، وبتتخلى عن اسم عيلة سينكلير وتاخد اسم أبوها، وبترمي العقد بتاع جدتها في المية، وكأنها بتتخلص من كل الكره اللي كان بيرمز له. لو عجبك الملخص دوس لايك للفيديو، وبالمرة دوس اشتراك في القناة، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.